هل تعلمون أن المادة الخام الأكثر استهلاكا في العالم بعد الماء هي الرمل؟ قد يصبح أغلى من الذهب وأكثر تأثيرا منه، ويستخدم حتى لتغيير خرائط الدول. العالم يستهلك كل عام حوالي 50 مليار طن، والتي لا تستخدم في البناء فقط، بل تدخل في صناعة الزجاج، السيارات والأجهزة الإلكترونية ومساحيق التجميل. نعم، مساحيق التجميل. ليس كل الثروات تلمع، بعضها ينساب بين الأصابع. الرمال التي نراها في كل مكان أصبحت اليوم موردا نادرا يهرب، ينهب، وتبنى به دول وتنهار به أخرى. في هذا التحقيق الجريء نكشف كيف تهدد أزمة الرمال المغرب، كيف ابتلعت البحر في سنغافورة، وكيف تحولت في مصر ولبنان إلى وقود فساد، ولماذا كانت الصين الرابح الأكبر في صمت. خليكم معايا لنهاية الفيديو. الرمال هي ثاني أكبر مورد طبيعي استهلاكا في العالم بعد الماء، لكن الحقيقة الصادمة 90% من الرمال المستعمل في البناء لا تأتي من الصحراء. رمال الصحراء ناعمة غير مترابطة، تفشل في البناء. أما رمال الأنهار والبحار فهي خشنة حادة، مطلوبة بشراسة. مع الانفجار العمراني تحولت الرمال إلى ذهب رمادي. المغرب يمتلك صحراء واسعة، ولكنه خطر يزحف. رغم امتلاكه مساحات صحراوية شاسعة، يعيش المغرب مفارقة قاتلة، بحيث يعاني من نهب الشواطئ أو ما يعرف بالجريمة الصامتة. ليلا تتحرك الجرافات، استخراج غير قانوني، مناطق كطنجة، العرائش أسفل، شبكات منظمة، وسكوت مريب. النتيجة تآكل بعض السواحل، شواطئ تختفي، طرق وفنادق مهددة، خسائر سياحية طويلة الأمد. من جهة المغرب يعرف زحف الرمال في الداخل كزاكورة ورشيدية، تدفن قرى، فلاحة تختنق. المغرب لا يفتقر إلى الرمال، بل يفتقر إلى الحماية. مصر، الرمال بين البناء والابتلاع. في مصر للرمال وجهان متناقضان، أين تستعمل؟ ولكن ما هو الثمن؟ الثمن هو استنزاف رمال النيل، تآكل ضفافه، تهديد زراعته، مفارقة. مصر تبني في الصحراء لكنها تستهلك ما تبقى من نهرها، ومع ذلك تمتلك مصر كنزا كبيرا من الرمال السيليكية البيضاء والسوداء، يمكن الاستفادة منه إذا استثمرت البلاد في البنية التحتية والتقنيات الحديثة. لبنان، حين تتحول الرمال إلى مافيا. في لبنان الرمال ليست موردا بل شبكة فساد. كيف؟ مقالع غير قانونية، تدمير الجبال والأنهار، استعمال الرمال في الإسمنت والرطل. النتيجة انهيارات أرضية، تشويه طبيعية، أرباح بالملايين بلا محاسبة. سنغافورة، دولة تبنى فوق البحر. سنغافورة لم تتوسع بالحرب بل بالرمال، زيادة المساحة بأكثر من 25% عن طريق هدم البحر بالكامل. الثمن الإقليمي، سنغافورة دفعت ثمنا إقليميا عن طريق تدمير أنهار، اختفاء جزر، دول منعت التصدير. اليوم سنغافورة محاصرة رمليا. الصين، حين تتحول الرمال إلى نفوذ عالمي، الصين لم تنتظر الأزمة بل استثمرت فيها، بحيث قامت ببناء جزر صناعية عسكرية في بحر الصين الجنوبي من خلال أدوات السيطرة كشركة تعدين في أفريقيا وآسيا، استغلال الأنهار والرواسي، رمال صناعية، إعادة تدوير مخلفات البناء. الصين استهلكت إسمنتا أكثر مما استهلكته أمريكا خلال 100 سنة. الرمال عند الصين تساوي قوة سياسية صامتة. وهنا الجميع يطرح واحد السؤال كبير: ألا نكتفي برمال الصحراء؟ الإجابة لا، لأن 95% لا يصلح للبيع. لذلك تلجأ دول كالسعودية إلى استيراد الرمال
أو اعتماد تقنيات لتطوير رمل صحراوي صالح للبناء. وفي أوروبا ظهرت حلول كالتفتيت الكهروديناميكي وإعادة تدوير مخلفات البناء أو إنتاج رمل صناعي وغيرها من التقنيات، لكنها ما زالت قيد البحث وبعضها مكلف. وفي الأخير المستقبل يبنى ويدفن. الرمال لم تعد تفصيلا بيئيا. المغرب أمام خطر استنزاف صامت، مصر أمام معادلة نهر وصحراء، لبنان ضحية فساد، سنغافورة راهنة الاستيراد، الصين تمسك بالخوف. السؤال الأخير: حين تنفذ الرمال من سينشرون؟ كنت معكم في حلقة جديدة من قناة المنعرض الأخير، فلا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم الجديد.